في تعديلات كتيره جدا حصلت في نظام الثانويه العامه وفي التعليم كله الحقيقه. شايف التعديلات اللي حصلت وان في مواد اتلغت دي حاجه ايجابيه ولا حاجه سلبيه؟ خلينا ناخدها بالنسبه للطالب اولا. بالنسبه للطالب بالتاكيد 100% هي حاجه ايجابيه جدا. طبيعي جدا، انا عليا 7 مواد. 7 مواد دي يعني انا عقبال ما بمسك في الماده دي بفقد الماده الثانيه، عقبال ما بركز على الماده دي انا بفقد الناحيه الثانيه. بعض المواد او بعض الدروس بتركم عليا في مواد ثانيه، لكن لما يبقى قدامي مثلا بدل 7 مواد يبقى قدامي 5 مواد، يبقى الكم اللي هذاكره قل، يبقى الكم التركيز فيه 5 مواد قدامي فقط لا غير. هي دي المواد اللي انا مركز فيها وشغال عليها طول الوقت، فبالتالي هو الضغط خف على الطالب. الضغط خف كمان على الطالب في طلوعه ودخوله من البيت طول الوقت، عشان هو رايح دروسه الخصوصية ورايح هنا السنتر الفلاني والمركز الفلاني، فبالتأكيد ده خف.